بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. اخبار نادي الزمالك. طبعا مساء اليوم عزاء كابتن محمد صبري، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته في الحمديه الشاذليه بعد صلاه المغرب باذن الله تعالى. ربنا يرحمه وادعو له بالرحمه، والدعاء اهم. الدعاء اهم من اي حاجه تانية، يعني اهم من المظاهر، واهم. الدعاء مهم جدا جدا، ان انت بتدعي لاخوك المسلم في ظهر الغيب. الملائكه بتامن على هذا الدعاء وتقول امين، وربنا بيتقبل منه ولك مثله. ربنا يغفر له ويرحمه ويفسح ويدخله فسيح جناته. عجبني قوي المشجع الزملكاوي الاصيل الاستاذ هشام عبد الوهاب، عجبني جدا جدا جدا. حقيقي الراجل ده يعتبر قاموس يعني بصراحه، يعني اخلاصه ووفائه لنادي الزمالك اولا طبعا، ولعيبه الزمالك النجوم البارزين الرموز، يعني لا يوصف. يعني السرد اللي بيكتبه على محمد صبري وذكريات ومواقف، ده يعني حاجة يشكر عليها جدا جدا جدا. يمكن بيفكرنا بحاجات احنا نفسنا كصحفيين مش فاكرينها بجد، ولكن كلها. يعني راجل يحفظ كل التاريخ ده باليوم بالثانية بالساعة، الماتشات المواقف، حاجات كتيرة جدا جدا. يمكن بيرجع الذاكرة بتاعتنا ليها يعني. هو فعلا معظم المواقف اللي بيحكيها دي طبعا يعني الواحد عاشها وشافها، ولكن ما كانش متذكرها إلا لما أراها عند المشجع الأصيل. شكرا هشام أبو وهاب على إخلاصك ووفائك لكل ما هو زملكاوي. يعني راجل حقيقي، هذا الراجل يستحق ان هو يكون ايقونه مشجعي نادي الزمالك فعلا. زي ما محمد صبري قال له في احد الرسائل اللي كانت ما بينهم يعني. يعني بجد شكرا 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 هشام عبد الوهاب. في الوقت اللي محمد صبري بقى بيموت والناس كلها شايفه والمفروض تتعظ، نلاقي خناقه جديده ما بين الكابتن احمد شوبير والكابتن احمد الطيب. خناقه جديده يا جماعه، يا جماعه مش وقته خالص يعني. مش وقته. مش وقت اطلع كابتن بشير يطلع يقول لك انا لو اتقدرت ليا الظروف انا ضربت حد على الهوا، ولو اتكرر موقف تاني هضربه تاني، بس مش هضربه على الهوا بقى، هضربه بره. ما ينفعش ما ينفعش يا جماعه. احنا يعني انتوا ناس كبيره قوي كمان، وناس بقيتوا اجداد، جدود زي ما بيقولوا. بقيتوا جدود. يعني ما لا يصح لا يصح لا يصح. انتوا المفروض تبقوا الناس الاعلاميين الكبار دول قدوه للشباب. قدوه للشباب، الناس بتقلدهم. لا يصح الا يعني ما يصحش الكلام ده. يعني حد عاجبه الخناقه دي يعني؟ يعني الناس المفروض ان هي تتعظ يعني. والموت هو اكبر واعظ يعني. آه، يعني موقف ما اعتقدش ان هو مقبول من اي حد يعني. الزمالك طبعا بيوصل تدريبات واستعدادا لزيسكو يونايتد الزامبي يوم الأحد القادم. خلاص الزمالك حصل على موافقة من الاتحاد الإفريقي، إن شاء الله يكون تكريم الراحل محمد صبري التيشيرتات الإحماء هيكون عليها صورة محمد صبري، هيبقى في إشارات سوداء على قمصان الزمالك اللي يلعبوا بيها، القمصان الأساسية أو الرئيسية يعني، أو الزي الأساسي على الزمالك. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جنات. العروض اللي قيل إن هي جات لي إخوان ألفينا جزيرة مرفوضة تماما تماما. عروض من قطر، عروض من السعودية، عروض من الإمارات. اللعيب جاي له عروض كثيرة جدا. اللعيب متمسك بنادي الزمالك وزي الزمالك متمسك باللعيب، ومرفوضة تماما تماما يعني. يمكن لفت نظري امبارح برضك تصريح احمد رمزي المدرب. لفت نظري ان هو قال ان اي لعيب ما مش عايز يجدد يمشي. اه احمد رمزي طبعا عنده حق. احمد رمزي عنده حق. ويا ريت برضك يعني من ضمن الحاجات اللي احنا فاكرينها واتكلمنا فيها على محمد صبري ان هو وقع على بياض. كان عاشق لنادي الزمالك، وليه تصريحه الشهير جدا يعني. لو لو الاهرامات اتحركت من الجيزه وراحت ابو سمبل ولا راحت فين، يبقى محمد صبري ممكن يروح النادي الاهلي. قدوه. فيا ريت اللعيب مش عايز يجدد يمشي. يمشي. باعوه. مش هتقف يعني على اللعيب يعني.
تاني خالص العزاء لأسرة محمد صبري، ويا رب يعني تغمده بالرحمة ويلهم أولاده وزوجته الصبر والسلوان وأهله.